ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بقى يا حمودي هكون غلبان واطلب منك 55 مليار متر مكعب ميه في السنه، تقوم باعت لي 750 مره واحده؟ تقوم باعت لي 750 مليار مره واحده؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا حمودي. ده ال 750 مليار دول يكفوني 13 سنه و7 شهور و9 ايام. يعني هديه مقبوله جدا يا حمودي. يبقى مصائب قوم عند قوم فوائد. بص بقى، افهم فكره السدود وافهم فكره ان الرجل ده عظيم، وكمان دولتنا دلوقتي يحكمها رئيس عظيم. الرجل ده عظيم، رئيسنا في عصرنا الحالي في اللحظه اللي احنا فيها دي عظيم جدا. عارف ليه؟ الراجل ده كان عامل السد لتخزين مياه فيضان، صح؟ والاستفاده منها؟ طيب حصل عندنا موقف انت بتدرس بالبحيرات الموسميه او بحيره الحبشه اللي هي اثيوبيا يا حبيبتي، في دروس الدرس الثالث الوحده الاولى، عرفت ان في عندنا منبع اسمه منبع ايه؟ موسمي. تعرف ان المنبع الموسمي ده جت الفتره اللي فاتت دي، رغم ان احنا ساعدنا زي ما احنا شفنا، عملنا مراكز العثمانيه وعملنا سد الوايل وجبل الاولياء وعملنا كتير جدا للدول الافريقيه. جت اثيوبيا في الفتره اللي فاتت دي يا شباب، راحت عامله سد عندها، وانا كنت قلت لكم السد ده حجز كميه كبيره من الميه، كنت قلتها لكم في الدرس الثالث صح؟ قلت لكم ان اثيوبيا عملت سد حجزت فيه كميه كبيره من الميه، صح كده؟ وكان المفروض ان السد ده يفتتح اليوم يفتحوه، والسد ده كان فكرته من اجل تعطيش مصر، ان مصر ما تلاقيش ميه تشرب تاني ولا تعمل اراضي زراعيه تاني، فاقتصادها ينهار، فالدوله بتاعتنا تقع. يقوم يشاء السميع العليم ربنا سبحانه وتعالى بارادته القويه ان السد ده امبارح او اول امبارح الميه بتاعته غرقت السودان. غرقت السودان. عارف هو السد كله ما اتفتحش، السد كله ما اتفتحش، بس مجرد كام بوابه منه غرقت دوله السودان. اذا اهميه السدود دي مهمه. هم في مصر ما غرقتش زي ما هم كانوا عايزين، برضه هنا بيخزنوا من الفيضان ميه. يبقى سد الليمون يا شباب لتخزين مياه الفيضان والاستفاده منه بالزراعه. بس بفضل السدود او بفضل السدود والفيضانات دي، احنا عندنا نهر النيل بيمشي اهو، وعندنا دي صحراء ما فيش فيها زراعه. بص عبقريه رئيسنا ده، عبقريه رئيسنا، السد اللي هو عامله جديد والخزانات اللي هو عملها جديد هتحول الصحراء دي لاراضي زراعيه جديده، هتخلي الصحراء دي منطقه عمرانيه سكنيه من جديد. يبقى رئيسنا عظيم يتشابه مع الملوك القديمه. وهنا برضه فكره السد العالي حولت مصر الجنه خضراء، واحه خضراء، يعني كلها اراضي زراعيه استفدنا منها من مياه الفيضان، خزناها للاستفاده في ايه؟ الزراعه. وطالما عندك زراعه يبقى اعرف ان هيكون عندك صناعه وعندك تجاره. يعني في السبعينات عملنا سد اسمه السد العالي عن طريق رئيس لجمهوريه مصر اسمه جمال عبد الناصر. فانا ده اسمه السد العالي. مكان بيخزن فيه ايه؟ برضه الميه. تمام. مكان بيخزن فيه ايه؟ جايبين برضه فكرته من سد، جايبين برضه فكرته منين؟ يبقى المصريين اصلا بياخدوا من الفراعنه، سواء قديم سواء حديث بياخد. فالسد بتاعنا ده شبه اتملى، شبه ايه؟ اتملى. وخد بالك احنا بنولد من السد، الكهرباء بتاعتك انت عايش بفضل السد العالي. يعني لو ما عندناش السد العالي مش هيبقى عندك كهرباء. طيب هنا بقى رحنا عاملين جنب السد ده خزان صغير كمان نملى فيه ميه، اتملى. جت اثيوبيا راحت عامله السد بتاعها عشان تمنع عنك الايه؟ الميه، صح كده؟ راح رئيسنا وعامل ايه؟ نهر جنب منه، نهر جديد. نهر ايه؟ جديد. راح فاتح عيون السد العالي كملوه ميه على الاخر، فاتح الخزان كملوه ميه على الاخر، وراح الترعه اللي عملها جديده ولا البحر اللي عامله جديد اتملى ميه على الاخر.
هيجيب منين؟ من وسط الصحراء، مش من عند جبل الروينات. صح كده؟ يبقى احنا استفدنا ولا ما استفدناش؟ يبقى مصائب قوم عند قوم فوائد. مصائب قوم عند قوم فوائد. بس هنا هو الراجل اللي بقى عظيم منين؟ من فكر دول. ما هم دول عرفونا الطريق، عرفونا الطريق ان ازاي تحول الصحراء لواحه لجنه خضراء عن طريق الميه. خزن ميه هتعرف تزرع، خزن ميه هتعرف تسمع، خزن ميه هتعرف تتاجر. انت دلوقتي يكون عندك نهرين، نهر ماشي فيه ميه للزراعه ونهر ماشي فيه ميه للتجاره، مش انت مخزن؟ ها، ولما تكون مخزن ميه وقت ما يحصل لك جفاف هتبقى عندك ميه، يبقى انت تستطيع تشرب. لكن لما انت كنت مانع عن الميه مش هعرف، يبقى هموت. صح كده؟ وده اللي كانوا ناويين يعملوه عندنا. فربنا بقدرة قادر وبفضل التاريخ المصري القديم استفدنا من واحد زي من النحات الثالث في تحويل مصر لجنة خضراء. كمان رئيسنا استفاد وعمل نفس الفكرة في الصحراء الغربية. هي نفس الفكرة، تحويل مصر لجنة خضراء. برضه الرئيس السيسي حاليا في اليومين اللي احنا فيهم دول بيحول مصر لجنة خضراء بفضل إنشاء السدود.